مساء الخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة عن مثلث برمودا. مثلث برمودا او مثلث الشيطان زي ما هو بيطلق عليه، هو عبارة عن مسطح مائي كبير موجود في المحيط الاطلسي بين جزر برمودا التابعة لبريطانيا وولاية فلوريدا وجزر بورتيكو. ونظرا ان المنطقة دي بيحدها 3 نقاط، فاطلق عليه اسم مثلث. وبما ان واحدة من النقاط دي اسمها جزر برمودا، واللي هي بتتكون من حوالي 300 جزيرة، فاتسمى بمثلث برمودا. والمثلث ده متساوي الأضلاع، وطول كل ضلع بيبلغ حوالي 1500 كيلومتر. ومساحة المثلث ده كبيرة جدا، فهي بتصل لحوالي 1,150,000 كيلومتر مربع. ومثلث برمودا ده مشهور جدا بسبب المقالات والأبحاث اللي نشرها المؤلفين والصحف في العالم كله حول خطورة المكان ده، وإن أي حاجة بتعدي من مثلث برمودا سواء عن طريق البحر زي السفن أو عن طريق الجو زي الطائرات بتختفي وما بيبانلهاش أي أثر، وبيتقطع عنها الاتصال بدون أي سابق إنذار. ومثلث برمودا ده اكتشفه العالم كولومبوس اللي اتولد في إيطاليا في 22 أغسطس سنة 1451. والراجل ده عمل العديد من الاستكشافات والأبحاث البحرية، وخد لقب أمير البحار والمحيطات عن جدارة. وبيقال عنه كمان إنه هو اللي اكتشف الأمريكتين، لكن في أبحاث ونظريات تانية بتأكد إن مش هو اللي اكتشفهم. بس ده مش موضوعنا يعني. المهم إن هو كان في رحلة من رحلاته الاستكشافية، وكان معاه الطاقم بتاعه، وكانت في إيده بوصلة. وفجأة لاحظ إن البوصلة دي بتتحرك بشكل غريب جدا، ولاحظ كمان وجود لهب ساطع في السماء. وحس في الوقت ده إن في حاجة غلط، وفعلا إحساسه كان في محله، فعلى طول طلب من الطاقم اللي كان معاه إن هما يغيروا الاتجاه بتاع السفينة. وبالفعل قدر يهرب من مثلث برمودا. بس ده كان قبل اكتشافه أساسا. بعدها تقريبا ب400 سنة، سنة 1840، حصلت حاجة غريبة. خرجت سفينة وزارين الفرنسية من فرنسا، وكان فيها ناس مهمين، وما كانوش عارفين إن هما داخلين على مثلث برمودا. وفجأة اختفت السفينة دي واتقطع عنها الاتصال. ومفيش أي عالم أو باحث قدر إن هو يفسر سر الاختفاء المفاجئ ده. بس بعد فترة من اختفاء السفينة، قررت الحكومة إن هي ترسل فرق للبحث. وفعلا بعد مدة طويلة من البحث لقوا السفينة الفرنسية دي، لكنها كانت بعيدة تماما عن المثلث. والسفينة دي كانت محطمة تماما وما كانش فيها أي حد. والعلماء ساعتها قرروا إن هم يدرسوا الموضوع ده عن طريق إن هم يرسلوا سفينة تمشي في نفس خط سير السفينة الأولانية، علشان يعرفوا إيه اللي حصل بالظبط. وفعلا أرسلوا سفينة اسمها ميري. الطاقم بتاعها كان من أشهر البحارة والملاحين، وكانوا شايفين إن الموضوع ده سهل جدا، لأن هو ما كانوش لسه سمعوا عن مثلث برمودا. لكن برضه أول ما السفينة دي دخلت في مجال المثلث اختفت تماما. وبعد كام شهر من البحث لقوا السفينة برضه متحطمة وما كانش فيها أي أثر للطاقم. واتكرر السيناريو مرة تانية. في قصة تانية حصلت في يناير سنة 1918 أثناء الحرب العالمية الأولى. القصة دي بتقول إن كان في سفينة حربية اسمها يو اس اس سايكلوبس، كان على متنها 300 شخص، وكانت في طريقها للمينا. والرحلة كانت المفروض تاخد 3 أيام لغاية ما توصل. لكن في النص اتطلب من السفينة إن هي تغير الاتجاه بتاعها من منطقة لمنطقة، لكن من سوء حظها إن كان مثلث برمودا في طريقها. وقبل ما تدخل المجال بساعة واحدة، القبطان أرسل رسالة للعمليات، وقال لهم إن الجو صاف، وإن كل شيء ماشي حسب الخطة، وإن الأمور تحت السيطرة. لكن بعدها على طول اختفت السفينة، واختفت 300 شخص ومحدش عارف عنهم أي حاجة. وكانت دي من أكبر الحوادث اللي خسرت فيها أمريكا أرواح في الوقت ده. في نظريات وافتراضات كتيرة قالت إن ممكن اللي ابتلع السفينة يكون كائن غريب، أو إن هي ممكن تكون سافرت عبر الزمن. لكن في نظرية كانت منطقية شوية، وهي إن السفينة ممكن تكون اتعرضت للهجوم من دولة تانية، لأننا وقتها كنا في الحرب العالمية الأولى. في قصة تانية بتتكلم عن رحلة 19 اللي كانت في سنة 1945. فالرحلة دي كانت تدريبية ل5 طيارات، وكان ليهم قائد واحد بس يتواصل معاهم. وأول ما دخلوا مثلث برمودا اتقطع عنهم الاتصال تماما. وآخر جملة قالوها قبل ما الاتصال يتقطع عنهم: احنا داخلين على مية بيضة، احنا مش عارفين احنا فين. والعلماء فسروا الموضوع ده إن مدينة أطلانتس كانت مدفونة في أعماق المحيط تحت مثلث برمودا، وإن المدينة دي كانت متطورة جدا، وإن كان فيها أهرامات كريستالية. وكانوا بيقولوا برضو إن هي كانت مصدر الطاقة لأهل المدينة، والطاقة الهائلة دي هي اللي تقدر تبتلع السفن والطائرات مهما كانت حجمها. في تفسير تاني كان بيقول إن في فجوات في قاع البحر، وإن الفجوات دي كان بيخرج منها غاز الميثان بكميات مهولة.
والعلماء أثبتوا بالتجارب إن فقاعات الميثان دي تقدر تغرق سفينة بالكامل، لأن الغاز بيختلط مع الماء بنسبة كبيرة وبيخلي كثافة المية تقل، وبيكون ظاهرة اسمها المياه الرغوية، ودي ما بتقدرش تشيل السفن، وبالتالي السفن بتغرق دون أي إنذار. وكمان في علماء من جامعة النرويج اكتشفوا حفرة في قاع برمودا ناتجة عن انفجار غاز الميثان، وكان قطرها حوالي 500 متر. وأكدوا كمان إن الانفجارات بالحجم ده ممكن تكون مهولة لدرجة إن هي توصل لارتفاعات عالية في الجو وتأثر على حركة الطائرات. وبعد كده بدأ مثلث برمودا يبتلع عدد ضخم من السفن والطيارات وكمان الغواصات، وبدأت المقالات والصحف يتكلموا عن الحوادث والاختفاءات دي. وكان في مقدمتهم وكالة الأنباء العالمية أسوسيسيت بريس ومجلة اسمها فيت، واللي كانت متخصصة في النوع ده من الظواهر الغريبة. وجي واحد بعد كده اسمه ريتشارد واينر وعمل كتاب بعنوان مثلث الشيطان. والعلماء بعد كده لقوا تفسير لسبب اختفاء الطائرات دي. ففي فريق روسي جه وصور منطقة برمودا من فوق، ولقوا إن السحب كانت كثيفة جدا، وشبهوا السحب دي بالقنابل الجوية، وإن فيها دوامات هوائية قوية وصعب على هيكل الطيارة إن هو يستحملها. وفي نظرية تانية بتقول إن مثلث برمودا ده هو معبد خاص بالفضائيين، وإنهم يقدروا يدخلوا ويخرجوا من الأرض وقت ما هم عايزين، وإنهم بياخدوا الناس اللي بيعدوا على المثلث كأسرى ليهم. وفي نظرية تانية بتفسر اللغز بتاع مثلث برمودا، والنظرية دي بتكمن في العواصف الاستوائية، ودي عواصف قوية جدا بتحصل في المناطق الاستوائية وبتبقى موجودة بكثرة في منطقة برمودا. وفي نظرية تانية برضو بتقول إن في مجال مغناطيسي في منطقة المثلث ده، ودي بتأثر على حركة البوصلة وعلى سلوك الأجهزة. طبعا كل اللي احنا قلناه ده يعتبر سبب كافي جدا في ان منطقة برمودا تعتبر فعلا منطقة صعبة جدا في الملاحة البحرية او الجوية. لكن برضه في ناس كتير ما بتصدقش ان مثلث برمودا هو السبب في اختفاء السفن والطائرات. فالباحث الامريكي رونالدس ديفيد كوش صاحب كتاب حل لغز مثلث برمودا بدأ يطلع تناقضات في القصص المتداولة بين الناس، واكتشف ان الاعلام والمؤلفين بالغوا في القصص المتعلقة بالمثلث ده. فمثلا في قصة كانت بتتكلم عن متسابق اسمه دونالد كروهوز، كان في سباق مائي، لكنه اختفى فجأة هو واليخت بتاعه، بس بعد كده ظهر وانتحر بعدها بمدة بسيطة، لكن محدش يعرف ايه سبب انتحاره. في بعض الناس بتقول انها كانت بسبب مشاكل عائلية، لكن الاعلام في الوقت ده ربط موته بمثلث برمودا، على الرغم من ان السباق اصلا كان في مكان بعيد خالص عن المثلث. وكمان الإعلام قال حاجة غريبة جدا، قال إن الأوقات اللي كانت بتغرق فيها السفن دي الجو كان بيبقى هادي والمياه كانت بتبقى هادية، ما كانش فيها عواصف ولا أمواج ولا أي حاجة. لكن ديفيد هو والفريق بتاعه ومجموعة من الباحثين لما رجعوا تواريخ الأيام اللي غرقت فيها السفن دي مع خبراء الطقس وخطر السواحل، اكتشفوا عكس كده. ففي الأيام دي الطقس كان قاسي والمحيط كان هايج جدا، وده طبعا كفيل بأن هو يغرق السفن من غير عفاريت ولا فضائيين. والأغرب من كده كمان إن في قصة تانية بتقول إن كان في سفينة بتنقل البترول اختفت في المحيط الهادي، والإعلام برضه نسب اختفائها لمثلث برمودا اللي هو أصلا مش موجود في المحيط الهادي، ده موجود في المحيط الأطلنطي أساسا. ده غير كمان إن قوة خطر السواحل والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي قالوا إن حالات الاختفاء اللي بتحصل في مثلث برمودا زيها زي أي حوادث بتحصل في أي مكان تاني في المحيط. وفي بعض الإحصائيات الرسمية اللي بتأكد إن عدد السفن والطائرات اللي اختفت في مثلث برمودا مساوي لعدد السفن والطائرات اللي اختفوا في أغلب المسطحات المائية. فأساسا موضوع إن أي سفينة أو طيارة هتعدي على مثلث برمودا هتختفي أو هتنفجر، في ناس كتير أصلا ما بتقتنعش بيه وبتعتبره مجرد أسطورة وإن هو ملوش أي أساس من الصحة، وإن الإعلام أساسا بس هو اللي طور الموضوع دوت عشان يعمل ماركتنج لنفسه يعني. والدليل على كده إن فعلا في عشرات السفن والطائرات اللي بتعدي على مثلث برمودا كل يوم وما بيحصلهاش أي حاجة خالص. هختم الحلقة بموضوع أخير، وهو إيه المخلوقات اللي بتعيش في قاع مثلث برمودا. فالمثلث ده بيعيش جواه كائنات مدهشة جدا زي أسماك التنين، واللي بتعيش على أعماق كبيرة بتتراوح بين 1500 ل 2000 متر تقريبا. والسمكة دي ليها منظر مخيف جدا بسبب لونها الأسود والنور المنبعث منها. والأسماك دي بتصدر ضوء في نطاق الأشعة تحت الحمراء، وده على عكس الأسماك التانية اللي بتصدر الضوء في نطاق اللون الأزرق واللون الأخضر. والقدرة دي بتمنحها ميزة عالية جدا، فهي بتوفر ليها إضاءة خفية محدش من الكائنات التانية يقدر يشوفها. المخلوق التاني اللي هنتكلم عنه هو الحبار مصاص الدماء. والحبار ده عينه كبيرة جدا مقارنة بحجم جسمه، وبرغم ان هو اسمه مصاص الدماء الا ان هو مبيمصش الدم، بس هو بيتميز بلون عينه الاحمر اللامع وغشاءه القرمزي الفضفاض.
ولو الإضاءة اتغيرت عينه هيبقى لونها أزرق وجسمه هيبقى لونه أسود. والكائنات دي بتغطيها أعضاء باعثة للضوء عشان تشتت انتباه الحيوانات المفترسة وتجذب الفريسة. والكائنات دي برضه لما بتحس بالخطر بتقدر تقلب جلدها للخارج عشان تكشف عن أشواكها. والكائن التالت اللي هنتكلم عنه هو الأنقليس المبتلع، وهو عبارة عن سمكة غريبة المنظر بتشبه التعابين البحرية، وهي بتعيش في أعماق المحيطات، وبتعرف برضه بالأنقليس البجع أو الأنقليس ذو الفم الشبيه بالمظلة. ومفصل الفك بتاع الأنقليس مش متصل بأحكام، وده بيخلي فمها واسع وكبير جدا، وطول فك الأنقليس بيصل لحوالي ربع طول جسمه. والجيب اللي موجود في الفك السفلي بيسمح للأنقليس إن هو يفضل محتفظ بالفريسة بتاعته جواه. وعلى الرغم من ضخامة الفم إلا إن سمكة الأنقريس عندها أسنان صغيرة، وبالتالي هي متقدرش تاكل الحيوانات الكبيرة، ففكها الكبير ده بيعتبر بس مجرد شبكة عشان تصطاد بيه مجموعة من الأسماك الصغيرة. وفي كائن تاني اسمه القرش العفريت، وهو من أبشع أسماك القرش اللي موجودة على الإطلاق، وفي بعض الناس بيطلقوا عليه لقب الأحفورة الحية، لأن هو الكائن الوحيد اللي موجود على قيد الحياة من فصيلة منقرضة، وطوله حوالي 4 متر تقريبا. ويطلق عليه برضه اسم مصاص الدماء لأن هو ما بيحبش يسهر في الضوء، وبيفضل دايما إن هو يعيش في الظلمة، وبيعيش على عمق يتراوح من 270 متر ل 1300 متر تقريبا. آخر كائن هنتكلم عنه النهاردة هو يونس إفروديتوا، وبيعرف برضه باسم دودة البوبيت. والدودة دي بتدفن نفسها بالكامل في البحر ما عدا جزء صغير منها بيفضل مكشوف، والعمق المناسب ليها بيتراوح بين 10 ل40 متر تقريبا. وطول الدودة دي في المتوسط بيبقى حوالي متر، وبعضها ممكن طولها يصل ل3 متر. وبتتكون من أكتر من 600 قطعة وبتزن حوالي نص كيلو جرام. وعندها 5 قرون استشعار بتستخدمها لرصد الفرائس زي الديدان والأسماك التانية، واللي حجمها ممكن يكون أكبر ب7 مرات من حجم الدودة نفسها. وهي عندها عضو تغذية معقد يعرف بالحلقوم، وهو مزود بفك قوي وحاد بيساعدها على الإمساك بالفريسة وقسمها نصين. وبمجرد ما تمسك الدودة الفريسة بتاعتها بتحقنها بالسم، وبترجع للجحر بتاعها بسرعة عشان تاكل وجبتها. ولغاية النهاردة مفيش أي معلومات عن حالة وفاة مسجلة بسبب الدودة دي. ودي كانت حلقتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تدعموني بلايك وسبسكرايب، وشكرا.